النهاردة هنعمل كبسة فراخ بطعم ولا في الأحلام، وكل ده في حلة واحدة بس. يعني ولا مجهود ولا دوشة في المطبخ، بس الطعم يجنن يخلي أي حد يسأل ايه الجمال ده. وخصوصا لو عندك أولاد مش بيحبوا الأكلات التقليدية، الطبق ده هيغير رأيهم خالص. تابع معايا، الخطوات سهلة جدا وسريعة وبسيطة. أنا منى، صانعة محتوى، بحب أشارككم وصفات سهلة ولذيذة وروتين يومي بسيط ويشجع كل ست بيت. عندي أفكار كتيرة نفسي أوصلها لكم، وحلمي إني أوصل ل100,000 مشترك، وبدعمكم ليا بإذن الله هوصل. في البداية هنسمي بسم الله، ونزلت بحلة على النار وهنزل بالزيت. والفراخ دي كنت غسلاها ومصفياها ومتبلاها بالبصل والملح والفلفل، وهديها صدمة كده على الجنبين، وهرجع اقلبها زي ما انتوا شايفين. انا عايزة الجنبين ياخدوا صدمة او تاخد لون والمسام بتاعتها تتقفل. وبعدين نقلتها في حلة تانية اكبر، لان كانت الحلة صغيرة وما كنتش عارفة اقلب الفراخ كويس. والصدمة اللي احنا عملناها دي من الخطوات الاساسية في الكبسة. وارجع اغطي عليها، وبعدين كل شوية ابص اشوف ايه الاخبار. انا عايزة اللون كله يتغير والمية كمان تنشف. وبعدين هنزل بالتوابل. هكتبها لكم على الشاشة وهكتبها كمان في صندوق الوصف. في توابل بتبقى مخصصة للكبسة. بصراحة أنا جربت الاتنين ولقيت إن دي أحسن طريقة للكبسة. أنا ما اعتمدتش البهارات الجاهزة بتاعة الكبسة. وهنا كان عندي جزرتين بشرتهم، ونزلت بنص الكمية، وبعدين نزلت بمية مغلية من الكتل او في البراد عادي، وبرجع بعد كده اغطي عليها. ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم. وهنا كنت نسيت انزل بالبصل، بس مش مشكلة. نزلت بيه دلوقتي، ونزلت بالملح. وهجس الفراخ زي ما انتوا شايفين كده بالشوكة. وقبل ما انزل بالرز هتكون السوى الفراخ 3/4 تسوية. وهنا نص كيلو من الرز البسمتي، انا كنت غسلته ونقعته لمدة نص ساعة. وبعدين بقيت الجزراية اللي انا بشرتها وطماطمتين مبشورين، وهنزل كده عليهم. ومش هقلب تماما. ودي معلومة مهمة جدا علشان الرز يطلع تمام وما يعجنش، ان انتي ما تقلبوش. وبعدين بعد ما الشوربة اتشربت انا هديت النار تماما. الخطوة دي برضو من الخطوات الأساسية. جبت طاسة وحطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وشوية من السوداني والزبيب. وهنا هرجع ابص على الرز، بسم الله ما شاء الله، انا ما قلبتهوش لان في الخطوة دي الرز ما بيتقلبش. وكده الكبسة خلصت. والله بلا مبالغة ريحتها كانت تجنن، قلبت البيت، كانت ريحتها خطيرة. التوابل هتطلع وديتها في حتة تانية خالص. الفراخ طلعت دايبة دوبان، الرز طالع مبهر وجميل جدا. كل ده في حلة واحدة وما اخدتش وقت زي ما انتوا شايفين. يعني الموضوع كله بسيط جدا ومفيش مواعين كتير. وفوق كل ده الطعم كان حكاية. طبعا هنزل هنا بالمكسرات، والخطوة دي أساسية في الكبسة لأن بجد بتخلي طعمها في حتة تانية. طبعا أنا مش عندي مكسرات، ودايما بحب أستخدم الحاجات المتاحة في كل بيت. طبعا جبت سوداني ب20 جنيه سوداني، وكان عندي زبيب اتبقى من رمضان. يعني الموضوع ما كلفنيش كتير، هو يدوبك بس الفرخة ونص كيلو من الرز البسمتي. ودي كانت سفرتنا النهاردة، بجد من احلى الوصفات اللي انا جربتها. وخصوصا لو عندك اولاد ما بيحبوش الاكل التقليدي، هيعتمدوا الاكل ده ويقولولك اعملي لنا منه. سهلة جدا جدا وبسيطة وسريعة، وتعتبر مش مكلفة.
وفوق كل ده طعمها يجنن وريحتها كانت خطيرة، وتنفع جدا للعزومات، يعني هتشرفك قدام اي حد. بجد لازم تعتمدوا الطريقة دي، جميلة جدا وسهلة وبسيطة. شايفين الجمال والروعة؟ وبعدين هنيجي بقى نسمي وندوق ونشوف ايه الاخبار. والله بلا مبالغة الطعم كان حكاية. بص الفراخ دايبة دوبان بجد، يعني كل ده في حلة واحدة، والطعم كان يجنن. وخليكي فاكرة لو انتي مش بتابعيني فانتي فايتك كتير، ولو بتتفرجوا لحد دلوقتي انا بشكركم جدا. لايك وشير واشتراك في القناة، وتكتبولي انتوا بتتابعوني منين. انا منى من اسكندرية. يا ريت طبعا اقدر اتعرف عليكم، انا بفرح بالكومنتات اللي انتوا بتسيبوها لي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.